بسم الله الرحمن الرحيم. احنا امبارح اتكلمنا عن بداية الخلق، وقلنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في 6 ايام. ايه اللي اتخلق اول يوم، وايه اللي تاني يوم، وايه اللي تالت يوم، وايه اللي رابع يوم، لحد ما وصلنا ليوم السبت. كل الخلائق اتخلقت. الارض اصبحت مجهزة لاستقبال العريس وهو سيدنا ادم. هو اخر مخلوق اتخلق على وجه الارض. آخر مخلوق اتخلق على وجه الأرض دي. لازم نتعلم منها حاجة مهمة جدا، وهي ماشي. بس أنا برد على الناس اللي مش عارف يكون مفيش صوت. ممكن بس حد يعرفه اللي مش واصل له صوت إن هو يعمل على المايك، يكتب على المايك. اه طيب يكتب بس. هو لو ضغط على المايك هيلاقي فيه واي فاي، يضغط على الواي فاي يبقى كده موضوع الصوت اتحل خلاص. الخانه بتاعت المايك او المربع بتاع المايك اللي هو تحت اخر حاجه على الشمال خالص، هضغط عليه. هيشيل الواي فاي، اضغط واي فاي دي هيبقى الدنيا كده اتظبطت الحمد لله. طيب نخش في الموضوع عشان ما نضيعش وقت. اتكلمنا في بدايه الخلق، وقلنا ان بدايه الخلق كانت الكون كله كان الله سبحانه وتعالى وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا شيء فوقه ولا شيء تحته ولا شيء دونه ولا شيء سواه. ثم خلق الله سبحانه وتعالى الماء وخلق العرش. السؤال بقى، العرش ده ميه قد ايه؟ العرش انا مش عارف هو قد ايه، لكن ممكن في حديث كده ممكن يعرفنا هو قد ايه. في حديث عبد الله بن عباس بيقول، او العباس بيقول: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فاضي اسمه البطحاء. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت سحابه من فوقه قال: اتدرون ما هذا؟ قالوا: السحاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والغيث؟ اللي هو اسم من اسماء السحاب. قالوا: ايوه والغيث. قال: اتدرون كم بين السماء والارض؟ قالوا له: الله ورسوله اعلم. قال: بين السماء والارض ما يسيره الراكب في 500 عام ولا يقطعه. تفضل ماشي كده 500 سنه وما تخلصش المسافه اللي ما بينهم. طبعا مسافه كبيره جدا. قال لهم: وسمك السماء. سمك يعني دي السماء، اللي تحتها ده الارض. السمك اللي هو العرض، الحته دي كده، الحته دي كده، تمام. ما يسيره الراكب في 500 عام ولا يقطعه. ثم بين السماء الاولى والسماء الثانيه ما يسيره الراكب وما قالش راكب ايه، راكب طياره ولا راكب صاروخ ولا راكب جمل، هو قال الراكب. ما يسيره الراكب في 500 عام ولا يقطعه. وسمك الثانيه مسيرة 500 عام، ثم الثانية والثالثة 500 عام، ثم 500 عام، ثم 500 عام، ثم 500 عام، لحد ما توصل للسماء السابعة. تخيل الكون قد إيه. طيب بعد ما نعمل السماوات دي كلها، بعد السماوات إيه؟ قال لك بعد السماوات في بحر. بعد السماء في بحر. البحر ده من أسفله إلى أعلاه، يعني العمق بتاعه 500 عام. طب وبعد البحر؟ قال لك فوق البحر العرش، اللي هو اللي اتخلق بقى، اللي احنا اتكلمنا عنه. اتخلق وكان عرشه على الماء. يبقى في بحر، وفوق البحر ده العرش. طب العرش ده قد ايه وعامل ازاي؟ البحر ده يا سيدي يسيره الراكب من اسفله الى اعلاه 500 عام ولا يقطعه. ما قالش 500 عام ويقطعه يوصل، لا، يسيره الراكب 500 عام ولا يقطعه. وبعد كده يصل الى العرش. طب العرش ده قد ايه؟ قال لك السماوات السبع بالاراضين السبع بالكون كله بالنسبه للعرش كحلقه في صحراء. زي دبله كده، دبله ذهب مرميه في الصحراء، يعني حاجه ملهاش اي قيمه. يعني يعني العرش اكبر من السماء والارض وكل المخلوقات.
طب وحاجه اكبر من العرش؟ الكرسي بتاع العرش اكبر من العرش. ازاي بقى؟ وايه الدليل على الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وسع كرسيه السماوات والارض. الكرسي بتاع العرش اكبر من السماوات والارض. انت متخيل السماوات والارض يبقوا قد ايه؟ تمام. طيب بعد ده كله بقى، قال لك بعد ده كله بقى الله سبحانه وتعالى اكبر من كل ده. فلا الكرسي حاضر يا وائل، هخلص بس الجزء دي وبعد كده عيدها تاني سريع. فلا الكرسي يحمله ولا العرش يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته مرفوع بقدرته الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. تخيل ملك ربنا سبحانه وتعالى عامل ازاي، وكل ده عشان خاطر سيدنا ادم. تخيل. لسه اقول لك حاجات في الكون كمان معموله علشان خاطر سيدنا ادم. تخيل ان كل ده مخلوق تزيينا ليك عشان يسليك بس. تمام. تاني سريعا اللي احنا قلناه دلوقتي، قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق ال الارض، تمام، زي ما اتكلمنا امبارح. وبعد ما خلق الارض خلق الجبال والحيوانات والدواب والشجر والانهار والبحار وكل ده اتخلق. وبعد كده خلق السماوات السبع، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام راكب مش ماشي. وبعد كده يوصل بعد السماء السبعة في بحر، وبعد السماء السبعة في بحر، وفوق البحر العرش، وفوق العرش كرسي العرش. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك ولا يخفى عليه شيء، عارف كل اللي احنا بنعمله وكل نفس احنا بننفسه وكل حاجة بتدور في دماغك. تمام. كل حاجة احنا تقريبا قلنا اللي احنا قلناه امبارح. تمام. كل اللي بيدور في دماغك ربنا سبحانه وتعالى عارفه، وهقول لك انا الدليل على الكلام ده حالا. تمام. طيب احمد، ايه يا احمد عايز ايه بالظبط لو سمحت؟ ايه بالظبط اللي انت عايزه قوله. اعيد. طيب حاضر ماشي. حاضر. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلق كل المخلوقات دي والعظمه والهيبه والجمال ده، الدور على ايه دلوقتي بقى؟ الملائكه. لسه الانسان، الملائكه. خلق الملائكه. والملائكه زي ما قلنا امبارح، ده قلنا امبارح يا احمد، قلنا الملائكه كانت مخلوقه منها اللي راكع ومنها اللي ساجد ومنها اللي قائم واقف بيصلي او راكع او ساجد على الارض او بيسبح ربنا او بيستغفر ربنا او بيدعي ربنا او بيهلل يعني بيقول لا اله الا الله، او بيحولق يعني بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. كل المخلوقات دي مخلوقه عشان كده بس، ما بتعملش حاجه ثانيه. تمام. من يوم ما ربنا خلقها لحد يوم القيامه هي بتعمل كده بس. طيب بعد ده كله قال لك يا سيدي، بعد ده كله المخلوقات بقى اللي دي كلها خلق الملائكة. بعد ما خلق الملائكة خلق الجن. ايه موضوع الجن ده بقى؟ الجن احنا عارفين مخلوق من النار، مخلوق من النار. تمام. طيب الجن لما اتخلق من النار عمل ايه؟ قال لك الجن ده يعني اهبل زي العيال الصغيرين كده. قال لك اعقل واحد فيهم عقله زي طفل عنده 5 6 سنين. يعني دماغه كده زي ما تكون في اولى ابتدائي. اعقل واحد فيهم اللي هو ابليس الكبير بتاعهم، اللي مجنن الدنيا كلها وبيغوي الناس كلها، عمره او عقله قد طفل او زي طفل عنده 10 سنين. اي حد ممكن يضحك عليه. الدليل اللي هم قالوا اصلا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا يعني السفيه اللهبل العبيط بتاعنا، كبير بتاعنا عبيط.
تمام؟ كان بيقول على الله شططا، ان ربنا اتجوز وخلف. تمام؟ طيب بعد كده خلق الجن. الجن كان منهم الصالح وكان منهم الفاسد، وكان اكتر واحد صالح فيهم كان ابليس عليه اللعنه. كان ابليس ده كان اكتر واحد واحسن واحد صالح في الجن كلهم. طب وعمل ايه ابليس؟ ربنا سبحانه وتعالى رفعه بقدرته، لان ربنا سبحانه وتعالى رفعه عشان حاجه معينه. رفعه بقدرته الى اعلى مكانه، ووصل لدرجه انه بقى زيه زي الملائكه. ابليس وصل لدرجه انه بقى زي الملائكه بالظبط. تمام؟ طيب لما ارتفع لدرجه الملائكه وبقى زيه زي الملائكه، عمل ايه؟ لا، كان بيعبد ربنا حلو جدا جدا، وكان صالح جدا، وكان كل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمره بينفذه، وكان بياخد تعليمات زيه زي الملائكه، وقاعد بيسبح وبيستغفر ربنا سبحانه وتعالى زي الملائكه بالظبط، وكان واصل فرحان جدا بالمكان اللي هو وصل لها دي. الى ان ارسل الله سبحانه وتعالى في يوم من الايام ملك الى الارض. ربنا، خد بقى عشان بدأنا بقى ايه، نخش في المهم بقى. ربنا بعت ملك من الملائكه للكره الارضيه، وقال للملك ده هات لي حفنه، يعني كوم تراب كده من الارض. فبدأ الملك نزل علشان يجيب كوم تراب من الارض. الارض اول ما لقت الملك، اول مره ملك ينزل على الكره الارضيه، اول ما لقت الملك نازل قالت له اعوذ بالله منك. الارض اول ما قالت كده، راح الملك واخد بعضه وطالع لربنا سبحانه وتعالى. فين اللي انا امرتك بيه؟ قال يا رب ده استعاذت بك مني وانا ما اقدرش اقاوم. فراح ربنا باعت ملك تاني قال له انزل هات لي حفنه من الارض. فراح الملك تاني نازل. الج- ال- الارض قالت له اعوذ بالله منك. راح واخد بعضه وطالع لربنا سبحانه وتعالى تاني. راح ربنا سبحانه وتعالى بعت ملك تالت. الملك نزل، جه ياخد حفنه من الارض. راحت الارض قايله له اعوذ بالله منك. قال لها الذي تستعيذين به هو الذي امرني. يعني اللي انت بتتحامي فيه هو اللي بعتني علشان اخد اصلا الارض او التراب من الارض منك. تمام؟ اللي انت بتقولي اعوذ بالله، الله ده هو اللي بعتني، فانا مش هقدر اخالف اوامر ربنا. انا هاخد التراب. وراح واخد حفنه من التراب، جمعها منين بقى؟ جمعها من كل مكان في الارض. يعني جاب شويه من الرمل، وشويه من التربه الصخريه، وشويه من التراب اللي هي التربه الطينيه، تمام، السمراء. تمام، جمع من كل عينات اللي موجوده في الارض كوم كده، حيفان كده كبير طبعا، وحطه عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بنفسه بقى، بنفسه بدأ هو اللي يحط الميه على التراب ده وسابه شويه. ده اصل خلق الانسان. يبقى الانسان مخلوق من ايه؟ من تراب. اول حاجه الانسان مخلوق من ايه؟ من تراب، دي اول حاجه. طيب هل احنا اصلنا تراب بس؟ لا، ما هو التراب عمره ما هيتشكل. فعشان يتشكل يبقى هيتعمل طين. ربنا حط عليه ميه عشان يبقى طين. يبقى احنا اصلنا ايه؟ اصلنا ميه. طب احنا اصلنا ميه ولا طين ولا تراب؟ ما هو الميه والتراب بقوا طين. فتلاقي اصل الانسان في حديث وايات يقول لك اصل الانسان تراب، واصل الانسان ميه، واصل الانسان طين، واصل الانسان طين لازب، واصل الانسان من حمأ مسنون، واصل الانسان من فخار، واصل الانسان من صلصال. طب ازاي بقى 7 حاجات اجيبهم ازاي؟ اول حاجه من تراب. كلكم لآدم وآدم من تراب. حلو، يبقى ده التراب. تمام؟
وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى من الميه، لان الميه اتحطت على التراب بقى الطين. تمام. انا خلقناه من طين لازب، لازب يعني ملزق زي الصلصال كده. تمام. الميه اتحطت على الطين، على التراب، فبقى طين، وتساب فتره. لما يكون الدنيا شاتيه وتسيب الميه فتره في بركه صغيره كده في الشارع، الميه بعد فتره يومين ثلاثه اربعه بيبقى ريحتها وحشه. تمام. بتعفن بمعنى اصح. اهو اصل الانسان بقى التراب المعفن ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من حمأ مسنون. الحمأ اللي هو الطين اللي ريحته وحشة، ده أصل الإنسان. عشان بعد كده لما تيجي تتكبر وتتعالى على الناس تفتكر إن أنت أصلا أصلك من طين معفن ومية ملهاش قيمة، اتحطوا على بعض يتعاملوا طين. الطين اتسبب لحد ما عفن، وبعد ما الطين عفن بقى صلصال. ربنا سبحانه وتعالى شكلنا بهيئتنا دي بايده. طب ما هو كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول للطين ده كن انسان فيبقى انسان. وكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكه اعملوا لي هيئه انسان، يعملوا شكل الانسان زي ما هو عاوز. لا، ربنا سبحانه وتعالى احنا اكرم المخلوقات عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا احسن مخلوق خلقه ربنا سبحانه وتعالى. احنا اعز مخلوق خلقه ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا لينا مكانه كبيره جدا عند ربنا. علشان كده ربنا خلقنا بايديه، وما اداش لحد انه يتدخل في خلق الانسان. شفت احنا غاليين عند ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. عشان بعد كده ما تجيش تبص في المرايه وتقول ايه، اصل انا يعني حاسس ان شكلي مش حلو، اصل انا حاسس ان انا مش جميل، اصل فلان احسن مني، اصل فلان شكلها مش عارف ايه، انما انا شكلي ايه. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى آه، خلق الانسان في احسن صوره وفي احسن هيئه وفي احسن شكل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تمام. كان في واحد جاي للإمام مالك وقال له يا إمام، أنا حلفت إن لو كانت مراتي مش أحسن من القمر هطلقها. تمام. فقال له يبقى مراتك طالق، مفيش حد احسن من القمر، القمر مدور ومزقلط وابيض وجميل. تمام. مفيش، هيبقى انت مش احسن من القمر ولا هيبقى مراتك طالق. فهو قاعد، كان في قاعد طالب عنده اسمه محمد بن ادريس الشافعي، قال له يا امام والتين والزيتون وطور سينين نسيتها يا امام، ممكن تكملها لي بعد اذنك. هو عايز يفكر الامام الشيخ بتاعه بالصوره. قال له لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. راح منادى على الراجل قال له يا هذا تعالى تعالى، مراتك احسن من القمر حتى لو كان شكلها مش حلو. تمام. فاسوأ انسان شايف ان هو شكله مش حلو فهو عند ربنا سبحانه وتعالى احسن واجمل مخلوق. تمام يا شباب. يبقى ما فيش حد يفتكر ان هو شكله وحش او يفتكر ان هو مش جميل. لا، احنا كلنا جمال. وممكن يبقى انت مش عاجبك شكلك لكنك عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وعند ربنا سبحانه وتعالى جميل. تمام. طيب نكمل. آه... ماشي. بعد ما خلق، او بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يشكل آدم، عمله من طين صلصال. تمام. هو طين، وبعد كده الطين ده لزق في بعضه فبقى زي الصلصال. عملوا شكل آدم. تمام. وبعد ما اتعمل الشكل ده آه، عمل ايه؟ سابه في الشمس كده لمدة 40 يوم. تمام. وكان مجوف من جوه، يعني الشكل كده من بره، لكن من جوه لو جيت تطبل عليه كده تلاقيه مجوف فاضي من جوه. تمام. يعني عارف مثلا لو جبت الماوس ده كده وخبطت عليه من هنا كده، هو من النص هنا فاضي، فلو خبطت عليه الاقيه بخبط. تمام؟ فهو فاضي من جوه. اسمع لي. ده ايه ده؟ كريم معلش اقفل المايك بس. طيب
لما اتعمل كده، ابليس طبعا في الجنه مع الملائكه. الملائكه عملت اللي ربنا امرها بيه، لكن الملائكه برضو قلقانه خايفه. تمام، وهنقول سبب خوف الملائكه. والابليس برضو خايف. ابليس خايف من ايه؟ ابليس مرعوب، يقول له لقد خلقت لشيء عظيم، انت معمول عشان حاجه مهمه. والدليل ان ربنا هو اللي عملك بايده، ما خلاش حد يعمله. معنى كده ان انت ليك مكانه كبيره عند ربنا. انت مخلوق ليه؟ وايه الهدف من خلقك؟ دي كلها اسئله كانت عماله تدور في دماغ ابليس. ابليس كان عمال يخش من كل فتحات الجسم الانسان، يخش من بقه ويخرج من ودنه، يخش من مناخيره، يخرج من عينيه، كل فتحات الجسم عمال بيخش ويخرج منها ويخش في قلبنا. وطبعا احنا من جوانا كان لسه الاجهزه ما اتخلقتش. تمام، وعمال يدور ده مخلوق ليه. تمام، لكن الحاجه اللي طمنت ابليس شويه هو ان طالما انا مجوف بطني من النص فاضيه، يبقى يتخلق فيها حاجات، الحاجات دي هتتعوز تتملى وتتفضى، يبقى انا هيبقى عندي رغبه في الاكل والشرب والنوم، يبقى دي ممكن ان انا اضحك عليه فيها. تمام، اللي هي الشهوه. بس دي هنبقى يعني ايه، مش عارف الاعمار اللي معانا معظمها اعتقد في ناس دخلت اعدادي وفي ناس صغيره شويه، فانا يعني ايه، في كلام كتير مش عايز اوضحه اكتر من كده، مش عايز اخش في تفاصيل اكبر من كده، عشان ولادنا اللي موجودين كلهم بس يبقوا ايه، فاهمين ومركزين. تمام، المهم لو في حد مش فاهم حاجه او في حاجه انا قلتها ما وضحتهاش قولوا لي وانا اعيدها تاني بالتفصيل، ابسطها عن كده شويه. طيب المهم نكمل. آه بعد ما اتخلق ادم من صلصال، اتساب في الشمس علشان ينشف، زي ما اللي احنا بنعمل القلل والفازات اللي بفخار كده بيسيبوها في الشمس عشان تنشف. فبعد كده بقت فخار، يبقى ده خلق الانسان من فخار. تمام، اتساب لحد ما نشف. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ال40 نفخ فيه الروح. قبل ما ينفخ فيه الروح كان قبلها بحاجه بسيطه حوار ما بين ربنا سبحانه وتعالى وما بين الملائكه. الملائكه بينه وبينكم كانت خايفه جدا من سيدنا ادم، كانت مرعوبه منه. ابليس مرعوب منه عشان خايف انه ياخد يبقى احسن منه وياخد مكانته. لكن الملائكه خايفه منه علشان حاجه تانية. ايه هي الحاجه التانية؟ الملائكه خايفه منه علشان لا تكون هي اثرت في حاجه، فربنا استبدلهم وجاب مخلوق تاني بدلهم. تمام، انتوا عارفين مثلا لو انا بديكم في الفصل فرحت قايل لكم ايه، على فكره انا هسيب الفصل بتاعه. تمام، اول حاجه تفتكروا هتقولوها ايه؟ لو انتوا يعني بتفكروا كويس هتقولوا احنا زعلناك في حاجه، احنا قصرنا معاك في حاجه عشان تجيب لنا مدرس تاني. تمام، مفهوم؟ او لو قلت لكم انا هروح فصل تاني، ليه؟ هو الفصل التاني ده هيبقى احسن مننا، او احنا زعلناك في حاجه، ده لو انا بفهم هجيب التقصير على نفسي انا. تمام، وده اللي الملائكه عملته. اول ما الملائكه عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى هيخلق مخلوق تاني، اتهمت نفسها وخافت لا تكون هي اثرت في حاجه. قالوا واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، انا خالق خليفه في الارض. قالوا، نفتح المصحف صفحه 6 عشان نبقى مركزين. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هتحط فيها اللي بيفسد في الارض ويدبحوا بعض ويعوروا بعض ويتخانقوا مع بعض؟ سؤال، هي الملائكه تعرف الغيب؟ لا. امال الملائكه عرفت ازاي ان احنا هندبح بعض وان احنا هنقتل بعض وان احنا نعمل فساد في الارض؟ ببساطه هي الملائكه عرفت كده لان كان قبلنا الجن، والجن عملوا كده واكتر من كده كان الجريمه دي تزيد. الجن كانوا موجودين في الارض وكانوا بيفسدوا، فلو انت خلقت بشر هيفسدوا هم كمان. تمام،
واحنا يا رب ما قصرناش في حاجه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والله احنا ما قصرنا، ما احنا بنعمل اللي علينا. ولو كان مطلوب مننا حاجه نعملها اكتر من كده ما نعملها يا رب، بس ما تخلقش مخلوقات غيرنا بدلنا. احنا ما قصرناش في حاجه. تمام. قال اني اعلم ما لا تعلمون. اوعى تفتكر ان الملائكه كانت كارهه سيدنا ادم. الملائكه كانت مش عايزه سيدنا ادم لحسن يكون هي قصرت في حاجه. ده مهم جدا. اما اللي كان خايف من سيدنا ادم كان الجن. ايه المشكله في الجن؟ الجن كان قلقان لحسن حد يتخلق ياخد مكانته. يبقى الخوف عند الجن او عند ابليس غيره، انما الخوف عند الملائكه عباده. الحته دي مهمه قوي. تمام. طيب، ادم في اليوم الأربعين ربنا نفخ فيه الروح. فاول ما اتنفخ فيه الروح عطس. فاول ما عطس هو لسه ما اتكلمش ولا كلمه خالص. هو اتخلق، الروح ده كانت فيه، عطس. تمام. الاجهزه بتاعته بدات تشتغل. فاول ما عطس راحت الملائكه قايله له قل الحمد لله. فراح ابليس، راح يا ادم قايل الحمد لله. راح ربنا ردد عليه قايل له يرحمك ربك. اول حوار جميل ازاي ما بين ربنا سبحانه وتعالى وما بين سيدنا ادم ابونا. اول حاجه قال الحمد لله، رد عليه ربنا سبحانه وتعالى وقال له يرحمك ربك او رحمك ربك. يا سلام. طب بذمتكم ده دليل بقى ان الملائكه بتحبنا ولا لا؟ ما هي لو كانت كرهانه ما كانتش قالت له قول الحمد لله، وكان ربنا يرد عليه الرد ده، فكانوا يبقى فرحانين ان مخلوق ربنا سبحانه وتعالى هيرحمه. تمام. اخر حاجه اختم بيها بسرعه. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج لصلاه الفجر. ممكن اللينك بتاع الزوم يقفل حالا، فان شاء الله اكمل الحصه. نكمل بس الحته دي. وعاوزكم زي ما عملنا كده امبارح، كل واحد بعد الحصه هفتح الجروب لمده ربع ساعه، اسمع ارائكم واشوف كل واحد عجبه الحصه ولا لا، ايه المعلومه اللي هو عرفها جديده عشان نفيد بعض لو حد ما حضرش. تمام. وايه اللي انت كنت مستني انك تعمله، وهقول لكم هنقول ايه الحصه الجايه ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ما خرجش لصلاه الفجر واتاخر قوي لحد ما الشمس كانت خلاص هتطلع. فجه النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه بسرعه بسرعه، وهو لسه بيلبس هدومه في الطريق، وراح داخل مصلي الفجر، مصلي ركعتين بسرعه، واول قبل ما الشمس تطلع. بعد ما خلص الصلاه التفت وراح قايل باصص للملائكه للصحابه اللي كانوا موجودين في المسجد. قال لهم على مصافكم، يعني زي ما انتم قاعدين في الصفوف زي ما انتم، هقول لكم حاجه صغيره. تمام. فالصحابه قعدوا عشان يسمعوا ايه اللي حصل. قال لهم انتوا عارفين ايه اللي اخرنا عنكم لحد ما الشمس كانت هتطلع؟ قالوا له ايه يا رسول الله؟ قال لهم اني قمت من الليل فتوضأت وصليت. حلو، هو بيصلي كل يوم بالليل، ولكنه في هذه الليله صلى شويه صغيرين وغلبه النوم، نام وهو قاعد بيصلي. تمام. فلما نام جاءه ربه الله سبحانه وتعالى، جه للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فرأيته على أجمل هيئة. محدش شاف ربنا من البشر. سيدنا محمد لما شافه في اليوم ده شافه في المنام. تمام. فجاله وشافه في المنام مش في الحقيقة. فقال يا محمد. فقلت لبيك ربي. قال أتدري فيما يختصم الملائكة؟ أنت عارف الملائكة مختصمين ومختلفين مع بعض في ايه؟ الملائكه زي ما يكونوا كده يعني ايه، ومش بيتخانقوا، لكن مختلفين في حاجه مهمه قوي ومش متفقين عليها، وعايزين يتفقوا بس مش عارفين يتفقوا ازاي مع بعض. الملائكه ما بينهم خلاف وخصام وجولي عشان افصل ما بينهم.
أتدري فيما اختصم الملأ الأعلى؟ أول ما قالوا له كده، أول ما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، قال له الله أعلم. فسأله يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت الله أعلم. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري. فوضع الله سبحانه وتعالى يده على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو ربنا له إيد؟ الله أعلم. هو جه للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الهيئة دي، تمام؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى شعرت ببرد أنامله على صدري، لدرجة إن أنا حسيت إيده كانت ساقعة وهي محطوطة على صدري. فرفع يده وقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أنت عارف الملائكة متخانقين في إيه؟ فقلت نعم. زياد اختلف الكفارات. في المايك يا جماعة، اختلفت الكفارات.